تخيل لو انا جيت عليك وقلت لك يا زد كيو 7 روح هات لي رقم 35 من زد زد ام واجمع عليه واحد وفي الاخر حطه في توتال. طبعا انت هتبص لي وانت مش فاهم اي حاجه ومستغربني وشايفني انسان عبيط، بس 90% من المبتدئين اللي بيكتبوا اكواد بيكتبوا كده. في الفيديوهات اللي فاتت من فيديو 1 ل7 اللي فاتوا اتعلمنا ازاي الكود بيشتغل. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم ازاي الناس اللي بعديك هيقدروا يفهموا الكود بتاعك، واي بني ادم يقدر يفهم الكود اللي انت كاتبه. بص كده على الكود ده، لو احنا جينا عملنا رن هنا هتلاقي الناتج طلع 437 ونص. النتيجة صح، وبايثون نفذ الكود بشكل عادي جدا وبسيط جدا. بس لو انا وانت بنبص على الكود هنا احنا مش فاهمين ده بيعمل ايه، وشفرة احنا مش فاهمين لها معنى. بما ان بايثون ما بيحسش وما بيهموش اسم المتغير اصلا ايه لان هو ما بيفهموش، المهم ان السنتكس صح، المهم ان اللي انت كاتبه ده كله صح، ما فيهوش اي مشكلة. لكن لو رجعت للكود ده بعد اسبوع او اي حد تاني مسكه بعديك مش هيفهم ايه اللي انت كاتبه ده وايه الحروف دي اصلا يعني معناها ايه. علشان كده عندنا قاعدة مهمة جدا في البرمجة اسمها mnemonic variable names. كلمة mnemonic هي الحاجة اللي بتساعد الذاكرة. المبرمج الشاطر بيختار اسم المتغير بتاعه بيوصف القيمة اللي جوه المتغير ده. تعالوا بقى نصلح الكارثة اللي احنا كتبناها في الكود ونعمل كلين كود. بصوا بقى على الفرق. الكود بقى بيحكي قصة حرفيا. عندك هنا ساعات، وعندي هنا سعر الساعة، وضربتهم علشان اطلع في الاخر مرتب. هو بايثون مش فاهم ان باي معناها فلوس، لكن انت فاهم ده، وده المهم بالنسبة لنا. ولو احنا جينا عملنا نفس المعادلة وعملنا رن هنلاقيها في الاخر طلع بنفس الرقم. بس ده ما كانش مفهوم لحد، رغم انها سليمة وبتطلع الناتج صح. بس ده لو جيت اديته لأي حد تاني هيكون فاهمه، وهيكون قادر يقرأ ويفهم المعادلة دي بتتكلم عن ايه. ان انت بتطلع هنا الساعة وهنا سعر الساعة وهنا في الاخر بيطلع مرتب، انما هنا انت مش فاهم اي حاجة. بس خد بالك من حتة صغيرة كده، احنا سمينا متغير hours، بس بايثون مش فاهم ان دي ساعات زمنية، يعني دي مش فاهم ان دي ساعة مثلا، هو شايف ان ده صندوق اسمه hours وخلاص. طيب لو انا جيت هنا مثلا وكتبت البي، احنا نمسح ده خلاص. لو احنا جينا هنا وكتبنا بي بيساوي hours في hours، تمام، وجيت في الاخر انا طبعت الناتج، ثواني، هيطلع الناتج 1225. بايثون هينفذها عادي جدا ومش هيقول لك ايه الغريب اللي انت عملته او ان ده حاجة غلط انت عملتها، يعني هو مش فاهم الكلام ده ايه. فبالتالي ان المفروض ان المعنى اللي في دماغك اللي انت عايز تطلعه، المعادله اللي انت عايز تطلعها دي بتاعتك انت كمبرمج ومسؤوليتك انت. بايثون مش هيقول لك ان ده غلط طالما انت كاتب المعادله صح. طيب فاكرين جينا في مره قلنا اكس بتساوي 1، وجينا بعدها قلنا اكس بتساوي اكس زائد 1. خلينا بقى نعملها بشكل انضف شويه. لو احنا دلوقتي شفنا الكود ده احنا مش هنفهمه هو بيتكلم عن ايه، بس هنفهم ان هو ايه، معادله بسيطه جدا. طب لو انا جيت هنا كتبتها كاونت بتساوي 1، وجيت تحت كتبت كاونت بتساوي كاونت ماشي زائد 1، هنا هنستخدم كلمة كاونت كعداد. يعني أي حد هيشوف المعادلة دي هيفهم على طول إن إحنا بنعد حاجة مش مجرد بنلعب بالرياضة. وده الفرق ما بين المبرمج الشاطر والمبرمج العادي اللي هو المبتدئ لسه. الخلاصة، بايثون ما بيحسش وما بيفهمش اللي انت بتكتبه، بس انت كإنسان واحنا كبشر بنفهم ده. اكتب كود انت تقدر تفهمه، علشان لو انت سبت الكود وترجع له تاني بعد شهر او بعد مدة تلاقيه وتفهم هو كان بيتكلم عن ايه. وفي نفس الوقت لما تيجي تدي الكود لحد من صحابك او حد من زمايلك يعني يقدر يفهمه ويعرف الكود ده بيتكلم عن ايه. وبس كده، لو فهمت درس النهارده جرب تطبقه في المتغيرات بتاعتكم القديمة. انا عبد الرحمن ضياء واشوفكم في الفيديو الجاي.